مساء الخير على اصدقائي وحبايبي. قهوه مظبوط عايزاكم. الشمس مش عايزه تطلع ليه؟ اطلعي بقى، اطلعي شويه. بكره خلاص مصر هتلاعب بنين. بنين مش المنتخب القوي قوي ولا الضعيف، في المتناول. عنده جناح سريع بيشتغل على التحولات، هيلعب زون ديفنس وهيقفل على مفاتيح لعب منتخب مصر. عندنا حلول، عندنا حلول. حسام حسن عنده صلاح وعنده تريزيجيه وعنده مرموش وعنده امام عاشور. في الاختراقات ال1 2 في الزحمه دي، تسديدات من امام، ممكن واحد على واحد، فروق فرديه. عندنا حلول كتير جدا. صلاح بامكانياته، تريزيجيه، عندنا حلول ان احنا نخلص المباراه بدري بدري. لو لا قدر الله الدنيا مقفوله، هيبقى في تغييرات اكيد من حسام حسن. ممكن يسحب مرموش، يوديه جناح شمال ويطلع تريزيجيه وينزل مصطفى محمد مهاجم عشان يشتغل عرضيات، ويطلع امام عاشور ويدخل برده صلاح في العمق، وزيزو يلعب جناح، ويطلع حمدي ويفضي المساحه لفتوح، ومرموش بقى يفضي له المساحه ويخش هو وصلاح، ويبقى مصطفى محمد يشتغل على العرضيات اللي هتجيله من زيزو وفتوح عشان نخلص المباراة. اتمنى الفوز للمنتخب المصري. بنين عملت مفاجأة في تاريخها في كأس الأمم. أول فوز ليها كان على بوتسوانا 1-0 في دور المجموعات. إن شاء الله منتخب مصر يفوز، وأكمل القهوة وأشوفكم في لايف جديد. سلام.